السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استمرار الأداء الهزيل للأهلي تحت قيادة مارسيل كولر. الأهلي يفوز بصعوبة على المقاولين العربي 2-1 ويصعب مهمته أمام الصن داونز يوم السبت. إزاي يفوز على المقاولين ويصعب مهمته؟ يصعب مهمته إن هو ما ريحش اللعيبة النهارده مستر كولر. واحد زي محمد هاني النهارده شفناه ما كانش قادر يقف على رجله، علي معلول مش قادر، حمدي فتحي ما كانش قادر يقف على رجله، تلات ارباع لعيبه الاهلي النهارده ما كانتش عارفه تقف على رجليها. ازاي ده فريق هيروح يلعب يوم السبت مع صن داونز وسفر قدام فريق بيحب المساحات والجري؟ ازاي احنا هنعرف نلعب قدام صن داونز يوم السبت بالشكل ده؟ يعني النهارده كان واجب على كولر ان هو يريح اللعيبه اللي هتعمل مجهود بدني، معروف انها هتعمل مجهود بدني كبير في مباراه صن داونز. واحد زي محمد هاني هيبقى عليه شغل كتير، واحد زي علي معلول هيبقى عليه شغل كتير في مباراه صن داونز. كان لازم يريحه في مباراه زي النهارده. انا عن نفسي شايفه خطا فادح من كولر ان هو بدا بتشكيله زي دي. اديك لا لعبت كوره، وكانت مباراه من اسوأ مباريات الاهلي في تاريخه بالنسبه لي. مباراه النهارده دي ما كانش فيها كوره نهائي. كان المفروض رايح ايه يعني المشكله ما تبدا بواحد زي محمد اشرف باك شمال؟ المشكله اما تشوف اي انت لو هتلعب ناشئ باك يمين ما تلعبش محمد هاني، لاعب رامي ربيعه مباراه زي النهارده باك يمين، ايه المشكله؟ لكن انا شايف ان هو خطا فادح ان هو بدا بالتشكيل بالتشكيله الاساسيه بتاعته في مباراه المقاولين. انت عندك مباراه يوم السبت خلاص مع صن داونز وفريق لياقته البدنيه عاليه، والنهارده الهلال فاز على القطن الكاميروني وخلاص وصل لتسع نقط، بقى واجب عليك انك تكسب صن داونز في جنوب افريقيا. طب دي شكل اللعيبه هتروح تكسب صن داونز في جنوب افريقيا؟ محمد هاني مش عارف يقف على رجله، ولا علي معلول ولا حمدي فتحي ولا بيرسي تاو. النتائج بقت الاهلي النهارده ما كانتش كويسه يا جماعه. محمد عبد المنعم اللي كان مصاب وتحمل على نفسه وكمل المباراه، ليه ده كله يا جماعه؟ انتوا بتلعبوا مباراه في الدوري والفرق كلها اذا كان في ويتشر او بيراميدز او الزمالك كله قاعد يخسر ويتعادل وبيضيع نقط. ايه يعني اللي يجبرك في مباراه زي النهارده انك تبدا بالتشكيله الاساسيه بتاعتك؟ انا شايف من كولر يعني بيواصل ابتكاراته المستفزه لجمهور الاهلي النهارده في مباراه المقاولين. انت كده مستحيل بالشكل ده الاهلي هيروح يلعب مع صن داونز. ما تضحكش على نفسك. مش هنقول الاهلي النهارده واحد زي محمد هاني مش عارف يقف على رجله، بعد يومين هيسافر يروح جنوب افريقيا هيبقى اسد في الملعب؟ اكيد مش هيدوا. انت كده واجب على كولر في مباراه صن داونز وش كده هيلعب بتشكيله دفاعيه، هيقفل ملعبه، مستحيل هيجاريهم، لازم هيلعب بتشكيله دفاعيه. يا اما هيلعب بحمدي فتحي هيلعب في المباراه الجايه، يا اما بحمدي فتحي ليبرو. وانا هتكلم عن المباراه الجايه لان مباراه المقاولين ما فيهاش حاجه نتكلموا عليها، ما كانش فيها كوره اساسا ان احنا نتكلم عليها. فانا شايف افضل حاجه ان احنا نقول من اللي احنا شفناه النهارده ايه اللي المفروض نعمله قدام صن داونز. الاهلي ما قداموش غير انه هيلعب بحمدي فتحي ليبرو ورا محمد عبد المنعم وياسر، يا اما خالد عبد الفتاح لو رجع يبقى افضل. خالد عبد الفتاح يبقى خالد ومحمد عبد المنعم، وفي وسطهم يلعب حمدي فتحي ويلعب باك يمين محمد هاني. وفي الشكل في الطريقه دي ماشي، اوافق ان علي معلول يلعب باك شمال، يبقى خمسه قدامهم مروان عطيه واليو ديانج بخمسة اتنين وقدامهم تلاتة. يلعب مثلا احمد عبد القادر راجع من الاصابه هو وحسين، ويلعب قدامهم بيرسي تاو بقى كهربا، مش هتفرق كتير. ده انا شايف التشكيله المثاليه للاهلي قدام صن داونز في جنوب افريقيا. لكن لو الاهلي لو فتح ملعبه ولعب بقى بياسر ابراهيم مثلا ومنعم وتجنب محمد هاني وعلي معلول، قدامهم حمدي فتحي وديانج ومثلا نقول بيرسي قفشه والقندوسي، انا شايف ده هتبقى تشكيل. يبقى الاهلي كده هيخسر وهيشيل كتير كمان. الاهلي لو لعب ب 4 2 3 1 في المباراه اللي جايه في صن داونز في جنوب افريقيا بالشكل ده، الاهلي هيشيل يعني يشيل على الاقل 3 4. وخليكم فاكرين كلامي ده، لو ما لعبش بخمسه اللي هو يبقى حمدي فتحي ليبرو متاخر ورا خالد عبد الفتاح مثلا لو راجع من الاصابه، وياسر ابراهيم ومنعم. لازم دي الخطه الاساسيه، ما ينفعش تلعب غير، ما فيش خطه ثانيه. الخطه الثانيه ممكن انت تلعب محمد اشرف باك شمال وتلعب قدامه تلعب ب 4 3 3، تلعب محمد اشرف باك شمال وتلعب عليه معلول مع الاثنين الهاف ديفندر، تلعبوا هاف ديفندر ثالث وهو يزيد من ناحيه الشمال. غير كده انا شايف الاهلي هيشيل. يعني التاني عشان الناس اللي مش واصله لها يعني ايه التفكير ازاي بقول اللي انا عايز اقوله. الخطه الاولانيه نعم مثلا وليكن الشناوي حارس مرمى، هنلعب محمد هاني وعلي معلول باثنين باكات، يلعب في وسطهم ثلاثه حمدي فتحي وياسر ابراهيم. لو خالد عبد الفتاح جاهز يبقى خالد الاول. هنقول خالد عبد الفتاح مش جاهز، هيبقى حمدي فتحي واثنين مساكين، هيبقى ياسر ابراهيم ومنعم. يبقى انت كده بتلعب ورا بخمسه، هتلعب قدامهم مروان هو اللي يبقى قدامه، مروان واليو ديانج، يبقى 5-2 و3 بقى تلعب باحمد عبد القادر وحسين الشحات وبيرسي تاو والكهرباء قدام. ادي خطه. الخطه الثانيه انك تلعب بمنعم وياسر، مع انه مش مطمن ياسر ابراهيم، بس هنقوله منعم وياسر وامرنا الى الله وربنا يسترها يعني. هيبقى باك يمين محمد هاني، باك شمال تلعب محمد اشرف. لعبت علي معلول هتشيل، لان علي معلول مش هيقدر يواجههم في مباراه زي دي. علي معلول بيحب الزيادات، فانا شايف محمد اشرف اولى تلعبه باك شمال. يلعب قدامهم بحمدي فتحي
ومروان عطيه واليو ديانج، واحد من الاثنين. حمدي فتحي ومروان لازم انا شايف لازم حمدي فتحي يكون في الملعب. يبقى حمدي فتحي وليكن ومروان او ديانج، ما احنا هنقول حمدي فتحي واليو ديانج، ويبقى معاهم علي معلول ب4-3، ويلعب قدامهم، بيلعب معاهم قفشه او القندوسي وحسين الشحات واي راس حربه اذا كان كهربا او اي راس حربه، كهربا او بيرسي تاو. وخلي علي معلول يزيد هو من يم الشمال، يلعبوا وينج يعني. هتلعب بمحمد اشرف وقدامه علي معلول، هتبقى جبهه. الجبهه الثانيه هتبقى محمد هاني وقدامه مثلا حسين الشحات، ويلعب في نص الملعب بثلاثه، في وسطهم ثلاثه. انا شايف اي خطه غير كده الاهلي هيشيل، لازم تقفل ملعبك. وهنشوف المباراه ما بيننا يوم السبت، الاهلي لو لعب غير التشكيلتين اللي انا قلتهم دول الاهلي هيشيل روب. وكده وخصوصا بعد فوز النهارده الهلال على القطن الكاميروني، وصل 9 نقط. الاهلي عنده 4 وكده الهلال 9 وصن داونز 7. انت خسرت يعني بنسبه كبيره 90% انت بره البطوله، لان الصن داونز هيبقى ضامن الصعود. ممكن يريح لعبه قدام الهلال، الهلال يفوز او يتعادل، يبقى انت كده روحت. بس برضه الاهلي لا، انا شايف لو ما كسبش يتعادل على الاقل، بس كده هتبقى مستني برضه نتائج الاخرين. بس فكره انك تتعادل افضل. ليه؟ ان كده الصن داونز لما يروح يلعب الهلال في السودان هيبقى ما عندوش الاريحيه ان هو يفوت المباراه، يعني ما عندوش الاريحيه ان هو يريح لعيب، فكده هيبقى بيلعب بكامل قوته. دي الميزه في التعادل عن الهزيمه للاهلي، لان انت لو تعادلت معاهم هيبقى انت عندك 5 وقطن 8، فما عندوش الاريحيه لان هو يريح اللعيبه قدام ماتش قدام الهلال. فانا شايف الاهلي هيتعادل، اسوء الفروض ان هو يتعادل، لكن خسرت يبقى انت كده كل سنه وانت طيب خارج افريقيا. نطلع من الاهلي اللي انا بقول له اللي ما كانش فيه النهارده كوره قدام المقاولين، مفيش حاجه نتكلم عليها في ماتش المقاولين. كان الافضل اللي انا شفته اللي انا اقول لكم التشكيله المثاليه بالنسبه لي لمباراه سان داونز في جنوب افريقيا. نطلع من الاهلي ونخش على الزمالك. الزمالك النهارده انعش اماله في الصعود لدور الثمانيه بفوزه على الترجي التونسي 3-1 في مباراه كان نجمها بالنسبه لي. نجمها الاول كان سيف الدين الجزيري، بالنسبه لي انا عمل مجهود بدني رهيب النهارده مع المدافعين، وكسب اكتر من التحام هواء. بفوز الزمالك ده 3-1 النهارده، اي نعم انا بقول لكم ان الزمالك باي تشكيله أنا مش مقتنع، يعني هتبقى النهارده كان روح لعبه عايزه تصالح الجمهور، عايزه تفوق نفسها، لكن أنا بقول لكم السكواد ده مش هيوصل بعيد مع الزمالك، وتذكروا كلامي ده. بس الترجي عشان وحش، الترجي الشوط الاول ما كانش عارف يبص كورتين على بعض، لكن بالنتيجه دي الزمالك كده وصل ل4 نقط قدامه. الشباب بلوزداد ب6، يعني الزمالك والمريخ ب4، الشباب بلوزداد 6، الترجي 9. الزمالك عنده المباراه الجايه الشباب بلوزداد في الجزائر، ودي مباراه تحديد المصير. الزمالك خسر طلع رسمي من بطوله افريقيا. الزمالك اتعادل برضه هتبقى اتصعبت عليه. الزمالك كان شايف لازم يكسب في لازم يكسب في الجزائر، ودي صعوبتها. نقول لكم ليه لازم يكسب، لان لو اتعادل الزمالك هيبقى عنده 5، الشباب بلوزداد هيوصل ل7 نقط، الترجي لو كسب المريخ هيبقى خلاص وصل 12. اخر مباراه للشباب بلوزداد قدام الترجي هيبقى ضمن الصعود، ممكن يسيب الماتش للشباب بلوزداد عشان والزمالك يروح، لانه هيبقى ضمن. وبالنسبه له الزمالك على المدى البعيد ممكن يبقى منافس ليه، فيقول لك لا انا فوت الماتش للشباب بلوزداد. انت بتلعب على اسوء الفروض، اقول لك مش فرض ان هو يعمل كده، لكن بقول لكم المتوقع اللي احنا بنشوفه في افريقيا بصفه عامه. يعني الزمالك مالوش حل في مباراه شباب بلوزداد الجايه غير انه يكسب في الجزائر، وبقول لكم دي صعوبتها. وانا توقعاتي مع احترامي لفريق الزمالك، انا توقعت ان هو صعب يكسب شباب بلوزداد في الجزائر. يعني كل حاجه ممكنه في الكوره طبعا، لكن انا بقول لكم بنسبه كبيره الزمالك مش هيفوز على شباب بلوزداد في الجزائر. والزمالك كده بقول لكم بنسبه كبيره خارج افريقيا، لكن بقول لكم مباراه النهارده انا عشت اماله، لكن بتوقعاتي ان الزمالك مش هيفوز على شباب بلوزداد في الجزائر، لان بقول لكم الزمالك ما عندوش نص ملعب. لا اشرف فاروق ده يصلح في الزمالك، ولا دونجا يصلح في الزمالك. سيف فاروق جعفر الناس كلها يعني زي عامله له هاله اعلاميه اكبر من حجمه، انا شايف لسه ما ظهرش القدرات انها تبين. يا جماعه الناس تتكلم عليه كده ويقول لك لا، اللاعب ابوه كابتن فاروق جعفر يقول لك لا السيف مش هيروح الاهلي. طب يا جماعه ده بيلعب الاول السيف في الزمالك واثبت نفسه، وشفته ما عملش حاجه، صنع كام جون هو من ساعه ما لعب في الزمالك، ولا احرز كام هدف. يعني احنا والله الاعلام بتاعنا ده بينفخ في اللعيبه من اقل حاجه. يعني سيف عمل ايه لحد النهارده يبين ان يقول لك الاهلي عاوزه، ابوه يقول لك لا مش هيروح الاهلي. انا بقول لكم الزمالك نص ملعبه ضعيف، وهيعاني جامد في الجزائر، والايام مبينه لنا المباراه يعني مش بعيد. المباراه صعبه، اتمنى لهم طبعا التوفيق، لكن بقول لكم المباراه صعبه على الزمالك في الجزائر. كسب انا بقول لكم يبقى صعد، انه هيمخ المباراه مع المريخ في القاهره. خسر او اتعادل بقول لكم الزمالك مش هيصعد، وده اللي انا متوقعه. الزمالك مش هيكسب على شباب بلوزداد في الجزائر بالسكواد اللي موجود ده بدونجا ورؤى وسيف جعفر. انا بقول لكم الزمالك مش هيعدي.
لكن بقول لكم مباراه النهارده اللي ممكن يعني ادتهم امل وخلاص، ويمكن تفوقهم حتى في الدوري بعد كده. ومع مباراه الزمالك وتوقعات اللي في افريقيا كنا نهايه حالات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.